السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة السابعة من صفحة في تاريخنا. احنا في 6 حلقات سابقة زي ما قلنا كنا بنتكلم عن الأبطال دول ظهروا في الفترة من الحرب أو من عام 1967 لحد حرب أكتوبر 1973 وهي الأساس. وأظهر هؤلاء الأبطال بطولات رائعة في حرب أكتوبر. استشهدوا، كان شعارهم جميعا الوطن اولا ومجد الوطن اولا. اتكلمنا في الحلقه الاولى عن الفريق سعد الدين الشاذلي اللي كان رئيس اركان في حرب اكتوبر ورسم كثير من خطط حرب اكتوبر. اتكلمنا عن ابراهيم الرفاعي بطل الصاعقه المصريه في الحلقه الثانيه. اتكلمنا عن ابراهيم عبد التواب برضه بطل الصاعقه في موقعة كبريت. اتكلمنا عن سيد هنداوي بطل معركة الدبابات في حرب أكتوبر. اتكلمنا على عبد السلام حواش بطل فرقة المظلات المصرية في حرب أكتوبر. اتكلمنا على عمر بن عبد العزيز بطل معركة القنص الجوي أو بطل معركة الطائرات. النهارده بنتكلم على شخصية جديدة، الشخصية دي بطل من أبطال برضه حرب أكتوبر وأظهر بطولة زي ما قلنا في الفترة من 1967 لحد 1973. النهارده بنتكلم في الحلقة السابعة عن فتحي عبد الرازق. مين فتحي عبد الرازق؟ أشك إن كتير قوي ما يعرفوش فتحي عبد الرازق. لكن فتحي عبد الرازق ده معمول له بره كتب. برضه في الأكاديميات العسكرية في الخارج عاملين أكاديمية يعني كتب بتتكلم عن فتحي عبد الرازق ده. فتحي عبد الرازق ده عرف باسم صياد الدبابات. فتحي عبد الرازق نجح مع بعض افراد كتيبته في تدمير كثير من دبابات العدو. قدر يدمر اللواء الاسرائيلي 190 مدرع في حرب اكتوبر 1973 وقام ببطولات رائعه في القطاع الاوسط من ميدان القتال. استشهد البطل فتحي عبد الرازق في حرب اكتوبر. والغريب برضه ان شقيقه واخوه كان في الدفاع الجوي واستشهد ايضا في هذه الحرب. مصر مش هتنسى ابدا اولادها، لا هتنسى فتحي عبد الرازق ولا اخو فتحي عبد الرازق. عرف فتحي عبد الرازق زي ما قلنا باسم صياد الدبابات لانه استطاع الكثير او استطاع ان يبطل كثير من دبابات العدو ويدمرها. يبقى لما بنيجي نتكلم عن فتحي عبد الرازق بنقول نجح فتحي عبد الرازق مع افراد كتيبته في تدمير كثير من الدبابات واستطاع ان هو يدمر اللواء الاسرائيلي 190 مدرع. بنقول فتحي عبد الرازق كان من قاموا ببطولات رائعه في القطاع الاوسط في ميدان القتال في النص. استشهد البطل فتحي عبد الرازق في هذه الحرب، والغريب ان شقيقه بالدفاع الجوي استشهد معه ايضا. انهم ابطال لن تنساهم مصر فعلا. ناس ضحوا بحياتهم عشان يكتبوا اسم مصر بدمائهم ويعلنوا مصر دائما عالية وسط العالم. تحية لفتحي عبد الرازق، تحية لشقيق فتحي عبد الرازق، تحية لكل بطل من أبطال قواتنا المسلحة هدفه الرئيسي العمل من أجل مصر. تحية لكل أفراد الجيش المصري اللي بيثبتوا على مر العصور إنهم أخلص أبناء، إنهم الوطنية في دمائهم، إنهم من صنعوا انتصارات مصر وجعلوها عالية دائما بانتصاراتها. تحية للجيش المصري مرة تانية قديما وحديثا، وتحية لفتحي عبد الرازق صياد الدبابات اللي استشهد في حرب أكتوبر 1973.